اليوم انت موجوده بمهرجان كوباني 6، كيف شفت الاجواء هون؟ مشاركين يعني من المجتمع السوري كله، وموجودين فنانين من كذا دوله. كيف شفت الاجواء هون؟ هلا شفت الاجواء كلياتهم انه الناس النخبه بكل انحاء الدول، من بريطانيا جايين، من كمان من امريكا، كمان جايين فنانين يعني رفع بالسينما المهرجان. هذا المهرجان انه بيرفكت بكل شيء، بالتنظيم كمان وبالقائمين عليه، وبتشكر كثير المسيو مصطفى اللي هو قائم على هذا التنظيم. بنفس الوقت في انه شيء بالسينما انه معترف فيه حلو كثير، يعني قدم للجمهور وللناس اللي اجوا شيء كثير رائع. وانا شاركت بهذا التنظيم مؤازرة معكم، لانه هو بينعمل مهرجان كل سنه، وانا هي اول سنه بعرف انه بينعمل هيك مهرجان. مشان هيك حبيت انه يكون وحط بصمتي. وانا كمان عندي بشتغل بالسياحه والسفر، وبعمل رحلات وجروبات حول العالم، وكمان بنفس الوقت في تأشيرات عنا، وكمان هذا الشيء بيفيدكم كمان بأكثر من دولة يعني للحجوزات. طيب. طيب يعني شغلك كمثلا عم تشتغلي بمكتب الطيران ولا؟ لا، هذا شغلي بزنس خاص لإلي. نحن شركتنا هي الأصلة بفرنسا، بس أنا وكيلة لهم بألمانيا. هي شركة أوروبية لكل أوروبا بكل العالم، سفريات وبنعمل جروبات، وبنفس الوقت كمان بنحاول أنه نعمل لمشة من العوائل، فياز، تأشيرات على كل العالم. فكمان انه بحب اذا اي حدا حابب انه عن طريقك يجي، كمان في له خصم كتير حلو، وبنعمل نحن عروض يعني على اسبانيا، البانيا، اي بلد، اليونان، باسعار كتير منخفضه يعني انه. طيب كيف العالم تقدر يعني يتواصلوا معك؟ المكتب ولا هلا مكتبنا نحن بديسلدورف، مكتبي. وكمان بنفس الوقت في عندي على الانستغرام رولانا سفاري، هو عن طريق هذا، وفي رقم بنحطه انا على بالفيديو، هلا بحط لك اياه انه ممكن انه تحطه حضرتك. نسوي تاغ لإلي كمان، وفي التعليقات كمان نحط اسمك مشان اي حدا حابب يعني يطلع سياحه على دول اوروبيه او دول شمال مثلا اسيا او تركيا او حسب. في كمان لكل اوروبا، لكل العالم، لتايلاند، في عندك لامريكا، عندك لسوريا، عندك كمان بننزل عروض لسفريات على بيروت، على مصر، كمان بنعمل عروض وين ما كان، وحتى جولات فنادق، حجوزات بكل العالم موجوده عندي. يسلموا كثير، وان شاء الله بنتمنى لك التوفيق. ميرسي كثير لك. عزات اوس دوتشلاند، مرحبا فيك. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم. انت موجود اليوم مدعو لمهرجان كوباني 6. كيف شفت المهرجان؟ وانت اول مره او ثاني مره يمكن تشارك؟ اول مره بصراحه، انا اول مره بندعى على مهرجان كوباني السينمائي طبعا العالمي الدولي، وانا مبسوط جدا بهالمناسبه انه انا متواجد هون في المانيا بمهرجان بهالضخامه، بعدد الحضور الموجودين ما شاء الله العدد كبير جدا، وعدد كميه الافلام كمان المشاركه في المهرجان هاي السنه كمان كبيره كثير. انا مبسوط من قلبي لانه انا ابن كوباني ومتواجد في مهرجان بيحمل اسم كوباني، فانا جدا مبسوط الحمد لله. يعني ان شاء الله يعني بالتوفيق لهم، وان شاء الله يعني ينسمع صوتهم اكثر للناس ويوصل للعالميه كمان. اكيد. عزات انت معروف يعني يعني للسواقه، كل حدا طالع شهاده السواقه يعني بيعرفك انت. يعني انا كمان كنت ادرس يعني على الدروس تبعك العملي والنظر، يعني كنت استفاد منهم كثير. انت كيف شفت يعني كيف اجاك هيك فكره لتقدم هاي النصائح والتعليم للناس واللاجئين الجداد بالمانيا؟ هلا الحمد لله الشغله اجت كلها بالصدفه بصراحه. انا لما طلعت شهاده السواقه كانت الامور صعبه جدا، الاسئله صعبه، يعني طبعا هون 1200 سؤال تقريبا بدك تدرسهم وبدك تجيب معدل جدا عالي، فانا لقيتها صعوبه او كانت صعبه بالنسبه لي انا شخصيا. بس ولكن لما قدمت، وكان انا عندي قناه على اليوتيوب من قبل كنت اقدم اخبار، والناس الجداد اللي جايين على المانيا مثلا كيف يطلعوا بطاقه البنك وهالتفاصيل، فكان عندي قناه من قبل سابقا وكان عندي خبره يعني بهالقصه. فقلت او خطر ببالي اشرح هاي الاسئله للناس، اسهل عليهم بحيث انه بعدين يقدروا يجاوبوا على الاسئله لحالهم. والحمد لله لقت نجاح كثير كبير هاي الفيديوهات، والحمد لله يعني اللي طالع شهاده سواقه في المانيا لازم يكون عدى على اسمي يعني او فيديوهاتي. طيب انت بالمانيا يعني شو لك هلا اعمال او شغلات مثلا حابب تقدمها للناس، او عندك شي فكره؟ انا مختص، يعني انا شغلي كله اونلاين، انا بعطي دروس كمان اونلاين للطلاب دائما، عندي يومي او شهريا عندي دائما كورسات اونلاين انا بعطيها للطلاب غير اليوتيوب، واليوتيوب موجود، هذا شغلي الاساسي يعني هون حاليا في المانيا بس مش اكثر. طيب كلمه بالكردي لانه انت اوس كوباني
يعني مثل ما بيقولوا يعني اورجينال كوباني. لكن انا از كوباني ما اذكر كوباني ما مالي مجي الكوباني هي از كيف خشم هيرو هاتما و مهرجان بنيفي كوباني ان شاء الله سركفتم به حموغل كرد الفادره والجيداره وحموغل يعني انه قلت كيف خشم از فادره هاتم من الفادره يعني. استاذ ابراهيم اجري، انت اليوم موجود بفستيفال كوباني 6، كيف شفت الاجواء هون والشعب يعني من كذا محافظه او من كل المحافظات السوريه هون مجتمعه ليحتفلوا بهذا المهرجان؟ بيه. اول شيء بدايه خليني ارحب فيك وارحب كل الاخوه الحاضرين، وبدي اهدي هذه المناسبه الجميله لامهات الشهداء واطفال الشهداء وللمقاتلين اللي بسبب صمودهم وبطولاتهم وصلنا عليه الان. أما بالنسبة للمهرجان، أنا بعتقد الموسيقى أو الفن بشكل عام ليس له هوية وليس لها حدود. نستطيع تحت هذا الغطاء أو هذا السقف نجتمع ونضع جميع خلافاتنا على الطرف، تكون هناك نقاط شراكية. ما أقصده قد تجد مشهد حزين في فيلم ما يتعاطف معه جميع الشعوب بغض النظر عن انتمائك العاطفي أو الطائفي أو العرقي أو القومي. قد تجد مشهد كوميدي تبتسم وتضحك معاه بغض النظر شو طائفتك، شو انتمائك، شو قوميتك. وأنا باعتقادي هكذا مناسبات هي فرصة لنجد آلية كيف نستطيع كشعوب نتشارك ونكون أصدقاء بدلا أن نكون خصوم يعني. وأتمنى يعني بدي أشكر القائمين على هذا العمل وعلى هذا المهرجان الراقي اللي يليق بصراحة إلى مؤسسات دولة يعني، مشكور جهودهم. أتمنى أنه يكرروا ويكسبوا من هذا النشاطات، يعني محاولة قد نستطيع أن نجمع فيها. لقيت اليوم كثير هون صادفت فنانين السوريين، الأستاذ فراس كان هون، والأستاذ الفنان سميح شخير كان هون، فارس الحلو. فكتير من الممثلين لقيتهم هون صادفتهم، وطبعا من الكرد وجميع المكونات. أنا أتفائل بهذه المناسبات، هي أنه فرصة نستطيع أن نصل إلى البعض، يعني هناك نقاط شراكة. نعم استاذ ابراهيم، يعني ليش ما بيساووا هذا المهرجان بنفس مدينة كوباني؟ ما بيكون أضبط يعني؟ طبعا اكيد، يعني انا كنت اتمنى، لكن يبدو انه هذا الشيء بدا فيه هنا في اوروبا. وانا اعتقد هكذا اجزم يعني انه لقدام ممكن يعملوا هذه نشاطات بالتوازي مع هنا ايضا على ارض روجافاي كردستان، اقصد فيها مدينه كوباني. ونتمنى انه ينقلوا هذه النسخه الجميله ايضا الى مدينه كوباني، واكيد راح اكون حاضر، واكيد كثير من الاصدقاء هون راح يكونوا متحمسين للحضور بهذه المناسبه على ارض كوباني. نعم. شوان خابوري، سياسي كردي معروف، اهلا وسهلا فيك. اليوم انت موجود بجيزنكيشن، في هون يعني مثل مهرجان لكوباني 6. كيف شفت هذا التقييم لهذا المهرجان وانت مدعو بهذا المهرجان؟ في البداية يعني نحن بنشكر جميع القائمين على هذا المهرجان. بصراحة يعني شيء مشرف أن يقام مهرجان بهذا الشكل تحت اسم مهرجان كوباني السينمائي. بصراحة كوباني تستحق أن يقام لها هكذا مهرجانات، لأن المقاومة التي حدثت في كوباني تستحق الكثير من هكذا مهرجانات ونشاطات. المهرجان نحن نقيم هذا المهرجان على أنه بصراحة مهرجان جيد جدا. جميع القائمين قاموا بجهود جبارة لإنجاح هذا المهرجان، ونحن كنا من المتابعين للمهرجان سابقا أيضا، ونتمنى لكم وجميع القائمين عليه التوفيق والاستمرار على هذه الخطى. استاذ شوان، بدنا نسألك عن المفاوضات بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، إلى أين وصلت وما رأيك أنت شخصيا بهذه المفاوضات؟ يعني المفاوضات مع أن هناك عوائق، ولكن المفاوضات لم تتوقف حتى الآن. هناك قنوات ما زالت مفتوحة بين الطرفين، ونحن نأمل خيرا أن يصل الطرفين إلى نتائج من شأنها أن تخدم مستقبل وتطلعات الشعب السوري. هناك عوائق وتحديات كبيرة، لكن القنوات ما زالت مستمرة
وحسب المعلومات التي لدينا أنه قريبا سيكون هناك يعني استئناف جديد للمفاوضات، وستبدأ اللجان بالتفعيل للبدء بعملها وتطبيق بنود 10 آذار عمليا على الأرض. يعني يمكن لاخر السنه يمكن نشوف اندماج بين الاداره الذاتيه والحكومه السوريه. يعني الاندماج يتطلب وقت ويتطلب ترتيبات كثيرة، وبالتالي لا نستطيع أن نحدد المدة الزمنية، ولكن بصورة عامة نحن من جهتنا كإدارة ذاتية مستعدين لتطبيق بنود اتفاقية 10 آذار على أساس أن تكون هذه البنود تطبق بشكل متفق عليه وليس بالشكل الذي بعض الأطراف يروجون عليها، والتي تتمثل بالاستسلام. والاستسلام والاندماج هناك فرق كبير بينهما. الاندماج يعني أن يكون الطرفين شركاء في الوطن، أما الاستسلام وهو يعني الاستسلام لطرف واحد، وبالتالي نعود إلى نقطة الصفر وإلى ما قبل عام 2011، وهذا مرفوض. استاذ كمال مرحبا. اهلا وسهلا. يمكن انت اول مره بتشارك بمهرجان كوباني، كيف شفت الاجواء هون؟ يمكن لسه مو مبلشين بس يعني هلا رح يبلشوا. هلا هي المرة الثانية اللي أنا بشارك بهذا المهرجان. الأجواء كتير جميلة، وفي شيء مميز هاي السنة خبرنا عنه القائمين على العمل في المهرجان. هو رسالة لكل دول العالم إنه نحن موجودين، نحن قارعنا الإرهاب، قارعنا قوى الظلام في سوريا. اسم كوباني يرتبط في هذا الموضوع، وهذا الشيء بيشرفنا وفخر كتير كبير لنا، وفخر لكل سوري، ليس فقط السوريين إنما كل منطقة الشرق الأوسط، إنه هذه المدينة كسرت أسطورة قوى الظلام. أقوى تنظيم كان وأسوأ تنظيم بمر على المنطقة، مدينة كوباني هي اللي قاومت هذا النظام وكسرت أسطورته في سوريا في عام 2014. استاذ كمال، يمكن هلا شفنا يعني تآلف السوريين كلها، يمكن كل المناطق هون موجوده، كيف شفت هاي روح التلاحم وال يعني الاخوه بين شعب سوريا متواجد هلا بهذا المهرجان، مهرجان كوباني؟ رسالة للتعايش السلمي اللي نحن ربينا عليه كسوريين. قبل 14 سنة كان هذا التعايش موجود وما زال مستمر. ظروف الحرب كانت شوي صعبة علينا، اللي هي كانت تشجع حملات تحريضية كانت من أعدائنا وأصحابين أجندات يحاولوا يفرقوا هذا الشعب السوري. وجودنا هون كلياتنا من كل أطياف المجتمع السوري هو أكبر رسالة أنه نحن قادرين ننهض بعد كل الظروف الصعبة اللي مرت علينا في سوريا. باعتبارك سياسي ومتابع للأخبار، كيف برأيك بحسب رأيك أنه المفاوضات بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية هل راح تكون لآخر السنة إن شاء الله في توافق، في يعني مثل ما بيقولوا انسجام بيناتهم؟ قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وفريق التفاوض مصرين بأنهم يطبقوا اتفاق 10 آذار، الاتفاق اللي تم توقيعه بين الجنرال مظلوم عبدي والحكومة السورية المؤقتة. نحن نسعى دائما لإرساء قواعد السلام كقوات سوريا الديمقراطية والوفد السياسي الموجود في إقليم شمال وشرق سوريا، لكن الكرة في ملعب السلطة الحالية الآن. هل قادرين على تطبيق هذا الاتفاق؟ إبراهيم قابان، أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك تحياتي، شكرا كثير. سياسي كردي معروف، كيف شفت تقييمك لمهرجان كوباني؟ يمكن المرة الثانية يمكن بتشارك بهذا هذا الفستيفال. والله عدة مرات شاركت حقيقة في هذا الفستيفال، دائما كان يوم الأول له خصوصية وخاصة الحضور المميز. هاي الدورة أنا شايف أنه الحضور بالفعل يعني مختلف جدا، لأنه كل دورة من الدورات هذا المهرجان هناك تطور في العمل الميداني للشباب اللي عم يشتغلوا فيها. بالتالي أنا حاس هاي الدورة بالفعل دورة مميزة كتير وفيها نوع من الحضور، يعني بالرغم أنه اليوم جمعة والناس ما في عطلة رسمية هنا في ألمانيا، فبالتالي ومع ذلك الحضور أنا شايف أنه حضور كبير جدا، والنخبة ثقافية وفكرية وثقافية اليوم موجودة وحتى السياسية، فبالتالي بالفعل اليوم الأول مميز. أستاذ إبراهيم، نحن شفنا في تآلف يعني بين اللحمة الوطنية السورية هون، مشاركين يمكن من كل المحافظات، كل الطوائف هون بهذا الفستيفال. كيف شفت هذا الروح الوطنية لهذا المهرجان كمان؟ طبيعي جدا انه مهرجان له غايه ثقافيه وفنيه وليس غايه سياسيه، فبالتالي اهل الفن يعني وين اختلفوا سياسيا في افكارهم طروحاتهم، ولكن الرؤيه السياسيه لا تنطبق ولا تسقط على موضوع الفني. بالتالي الحضور اليوم من كافه الطيف السوري موجود. انا شفت ناس موجودين من جبل الدروز، من العلويين، من السنه، ممثلين من الكرد، يعني الطيف كله موجود. اساسا الفن هو الخطوة الأساسية أو القاعدة الأساسية للتقارب بين المكونات السورية، مهما كان هناك اختلاف سياسي تبقى الفن هو العامل الارتكازي لجمع بين السوريين. أستاذ قابان، بكلمة أو بدقيقة
يمكن تختصرنا يعني الوضع السياسي التفاوضي بين حكومة دمشق وإدارة ذاتية، ما هو أطروحاتك أو يعني نظراتك السياسية لهذا التفاوض؟ بعيدا عن السينما، بالتأكيد هناك مشكلة في سوريا. أي المشكلة؟ أن حكومة دمشق تتعامل مع الأزمة السورية على أنها أزمة عمرها يوم واحد. من المفترض في دمشق تدرك تماما أن عمر الأزمة 14 سنة. هناك تقاسم في سوريا، هناك عدة أنظمة في سوريا، هناك نظام في شمال شرقي سوريا، هناك نظام في السويداء، هناك نظام في الساحل، هناك تعدد حتى داخل المناطق السنية. وبالتالي باعتقادي النظام في دمشق لا يزال يفكر أو يعمل على الأقل بذهنية وعقلية النظام الشمولي، لم يتغير نهائيا. لأن القضية الكردية مثلا هي قضية وإن سميناها قضية وطنية تحتاج إلى حل دستوري حقيقي وسريع. القضية الدروزية بحاجة دستوري حقيقي، القضية العلوية. إذا هناك تعدد، هذه التعددية مطلوبة من النظام في دمشق أن يبدأ بحوار حقيقي مع المكونات السورية، وفي مقدمة الكرد، الإدارة الذاتية مثلا، الكرد، الأحزاب السياسية الكردية مع العلويين، مع المسيحيين، مع الدروز. هذه الحالة يحتاج حقيقة إلى مؤتمر حقيقي والاعتراف الآخر وهوية تعددية. يرجعوا بنفس السيرة، الجمهورية العربية السورية، لا نتحاور مع الأحزاب السياسية في سوريا، لن نقبل بأحد، شام لنا إلى يوم القيامة، لن نتخلى عنها، دولة سنية. هذه الخطابات تشبه حقا العقلية الصدامية في العراق والعقلية البعثية العفلقية في سوريا. وبالتالي أعتقد المسألة خطيرة جدا. إذا استمر بهذا الشكل فأنا أرى الخطر في سوريا. إن شاء الله الله لا يقدر ونعبر بر الأمان، وبالتوفيق لك أستاذ قبان. شكرا لكم وشكرا لجهدك العزيز. عاجل، أنت اليوم موجود بمدينة جيرزنكيشن، كيف بتشوف الأجواء هون بمدينة جيرزنكيشن ومهرجان كوباني الدولي الرقم 6؟ اهلا وسهلا فيك. اولا لهلا اجواء حلو، اليوم اول يوم، بكره كمان في لسه، وبعد بكره كمان في. لهلا كل اجواء حلو، كثير فنانين يجوا من الكراد ومن العرب ومن الممثلين ومطربين، وان شاء الله نشوف الكل. عم تشجع الناس انه يحضروا هيك مهرجانات وهيك فيستيفالات ليشوفوا الفنانين عن قرب والكتاب، يعني بشكل عام اجواء السينما. يعني هذا جو السينما، مو جو حفلات خولات نجيب الاعراس ونغني، لا هذا جو حفلات، مو حفلات، هون جو سينمائي. تقعد على الكرسي، بتشوف العالم، بتتعرف على الفنانين اكثر، تتعرف على العالم. في من اشخاص يريدوا مثلا يشوفوا حي الله فلان، بيشوفون هون كله. Ich freue mich, dass das wieder stattfindet, hier auch wieder, zum 6. Mal in unserer schönen Stadt Gelsenkirchen. Und es zeigt ja die Vielfalt auch unserer Stadt. Ne? Und wenn jetzt auch ganz viel natürlich außerhalb der Stadt kommt, zeigt es die Vielfalt auch von Deutschland. Ja, und nein, es ist ja auch ein Zeichen der Demokratie. Ne? Und in der Demokratie kennen wir die Kunstfreiheit. Ne? Und gerade die Kunst und Kultur ist ein starker Motor in der Demokratie. Und deswegen sind solche Festivals ganz besonders wichtig. اليوم معنا شخصية هي حلوة كتير على التيك توك، على السوشيال ميديا بشكل عام، مشعر فوزي. كيف شفت اليوم الاجواء هون بمهرجان كوباني، وانت يعني يمكن المره الاولى او متشارك؟ المره الاولى صح، المره الاولى متشارك. كيف شفت الاجواء هون بجيرزنكيشن؟ والله الاجواء بجيرزنكيشن كانت مطر بس ولكن اجواء اللي هون بمهرجان كوباني كان بصراحه شعور كان كثير حلو بين ناسك واهلك، يا شعور فخر. يعني هون نحن مو بس عم نسلط الضوء على شيء، عم نسلط الضوء بمعاناة الناس اللي هنيك بمجتمع كتير كبير مثل ألمانيا. اليوم شفنا يمكن من سوريا بشكل عام، يعني هي مثل لوحة سورية جاية لهون كلها، من كل الطوائف، من كل الأديان، يعني يمكن كل المناطق هون. كيف شفت روح التآلف والأخوة بين هالفنانين يعني اللي هون والعالم اللي هون جايين بهذا المهرجان؟ شيء كتير حلو، واحد بيفتخر بهذا الشيء. ما بقول لك نحن الأكراد بشكل عام، نحن الكرد عفوا، متعايشين مع كل الناس، نحن مسالمين مع كل الناس، ما لنا عنا عنصرية والله بجهة معينة، هذا لازم يكون من القومية الفلانية لحتى نحترمه. نحن بنحترم كل القوميات مثل ما بتعرف، نحن معروفين الأكراد معروفين بهي الشغلة يعني، فلهيك إن بيحترمونا كمان وبيجوا بيدعمونا بهي المجال. يعني لك شيء هون يعني مشاركة كفيلم كسينما هون بهذا المهرجان؟ إن شاء الله قريبا إن شاء الله. هجاربك كومبانيا روجدا يرون فر حاضرن ون سبونسر فيستيفالا كوباني عشاشا وشافي روجد بين وك سبونسر شفي مهرجان را روج باش ميرو جام خيراتنا جاميرو كتجد كن براستي سرما كردا حمو فرزة ام اريكاريا وكي مثلا اب فيستيفالا كوباني صار جارك فيا صاله فيا شاشيه يا شاشايا قالك جاميرو دوس جه دور هاتنا براستي جي ام تشتي خويغو تشكي نخوش جيب ما
بس مجبور ام بیر بینن و جبرگو یه پشتمرجی زانبن بچه بسري مهات كوباني دا. انتم اليوم شركه روجدا هي داعم الرسمي لفستيفال زكس تبع كوباني، كيف شفتوا الاجواء هون وانتم مشاركين كداعمين لهذا المهرجان كوباني 6؟ نحن شركة روجدا نحن ندعم أي شيء بخص يعني شعبنا، نحن مع فن ومع أي شخص يحب يقدم فن الكردي أو فن الشرق الأوسط لأوروبا وللمجتمع الأوروبي، نحن معهم. نحن كنا من أول الراعين لهذا المؤتمر، ونحن يعني عن طريقنا ضمنوا فيه أكثر من 10 شركات أخرى كشبونزون داعمين لهذا المؤتمر. المؤتمر لحد هلا هذا أول استراحة اللي هلا نحن موجودين فيه. المؤتمر تمشي لحد هلا بأجواء كتير رائعة، في جايين كتير فنانين وكتير ممثلين من جميع أنحاء العالم. هذا بتعني إنه القادمين هذا المهرجان تعبوا بهذا المهرجان أكثر من 11 شهر. نحن فخورين بصراحة بهذا الأشخاص الذين اليوم كانوا موجودين وحاولوا كل جهدهم لتكون مهرجان بأفضل درجة. دكتور سيف، دكتور طاق، بنقول لك يعني أنت جاي لهون لمهرجان كوباني 6، كيف شفت الأجواء هون؟ يمكن مشاركين من كذا دول، يعني يمكن سوريا، العراق، يعني ألمانيا، من كذا دول، كيف شفت الأجواء هون وأنت مشارك بهذا المهرجان؟ يمكن لأول مرة عم تشارك. أنا مشارك لأول مرة بالمهرجان. المهرجان تنظيمه كلش حلو رائع، يعني تنظيمه شفته على مستوى كلش عالي، من الترتيب، من الأناقة، من الديكور، من الأمور الثانية. حتى يعني لما عرضوا الفيلم الأول عن كوباني كان الصوت كلش احترافي، وأنا كلش أدقق ونحس بهاي الأمور لأن أنا يعني بالميديا، عرفت شلون؟ مرات تكون خلف الكواليس. لا، الترتيب يعني كلش ما شاء الله كان حلو، كان رائع جدا. عم نشوفها انت يعني اكتيف على السوشيال ميديا وعم تشارك بكذا فعاليات، وهي الفعاليات يمكن اول مره عم تشارك بالسينما، ويعني خاصه يعني يخص مدينه يعني كوباني صغيره هي بسوريا. كيف يعني هاي كيف اجتك الفكره تشارك بهذا المهرجان يعني؟ شوف، هو دعوة جت من أحد الأصدقاء الأكراد، أوكي، من صديقي خالد الرشة، هو كان مدعو دعاني وياه يعني. فأنا طبعا جت من إسبانيا لهنا يعني حتى نشوف المهرجان ديريكت، أوكي، امبارحة وصلت. بس إنه كمهرجانات أنا حاضر مهرجانات دولية، لأن أنا كنت بأوكرانيا، فكنت يعني نروح مهرجانات كلش كبيرة هناك وعلى تنظيم على مستوى كلش قوي همين. أما كمهرجان عربي سينمائي هذا أول مهرجان يكون، وكلش حلو، تنظيم جميل. وكمدينة مثل كوباني احنا سمعنا عليها، وخاصة في أيام 2014 أنا من الموصل تعرضت لنفس التدمير، وكوباني كانت بنفس الموضوع بنفس الوقت. فكان أنا كلش يعني أنه يعني متأثر بالموضوع اللي صار بيها. طيب أنت ما بتفكر ترجع لموصل العراق كمان شوي تشوفهم مثلا، ولا أنت يعني تحس ألمانيا أنه أقرب لك؟ لا، أنا أول شيء ألمانيا مو قريبة علي هواية أنا عايش بإسبانيا الآن، بس أجي وأروح لألمانيا. أنا العراق زرته، الموصل وقت ما تحررت الموصل مباشر نزلت، ونزلت قبل تقريبا سنة هم كنت بالموصل، وإلي زيارة بعد شهر إن شاء الله همينة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق ومن أفضل لأفضل إن شاء الله. حبيبي الغالي، أهلا وسهلا. روج باش هون. ونشاو إيرو فيرو جيت بينن روجا فيستيفالا كوباني آشا شاي أفقيس خلق الفرن شحمة وقت بيجن أجناسا دولتها هاتن في فيستيفال بيروز ذكر ونشاو فيرو جيت بينن إيرو. أفروجا كجرينجاش بقالي كورد شبو قالي كوباني وتبعي قالي كورد. أفتشكل سركاتيا شبو ما حميان. ام قالي كيف خاشت من كم نوفا قالي خدا بالنوفا ديروك خدا من كل شل ما تكرون عم تم فادي قارين تم تين زمان. وقال لك سباسيا هيك خدمتكار اللي واتشتي هاتن كرنين دكن وعم هيفينا بيشا روجا قال لي كرد عم بسركاتي بي روجافا مجين قال لك سركه في وك باشري كردستان ببي وبيترجي وسلافي خو قال لي كرد حمو يردشين تشكوباني مرياش كوباني ما قال بار خداني تشكوبانيش مش سنوريا تجمع قوسه ارتيا حرديون حرده تش تبريا كوباني نكري خدای ما قال لك بريا كري اما هم شوف كان دم كان يزق دفا قرنا برا بخير رجواب خاشك سركه بيعمل فقرنا ان شاء الله. سباس قال لك سباس سرچاوي مرست.
تصوير